قبل ما نبدأ الفيلم صلى على النبي وركز معايا علشان تفهم الحكاية، واعمل اشتراك في القناة علشان الفترة الجاية هننزل سلسلة أفلام هندي أكشن ورومانسي ودراما، حاجة من الآخر عظمة. ويلا نبدأ فيلمنا بيبدأ مع الساحر ليلى وهو بيقدم فقرة سحر على المسرح، وبيكون رافع بنت في الهوا وبيسيبها ويمشي، وبيروح لاجتماع مع العصابة بتاعته وبيقول لهم على خطته وإنه ناوي يسرق كل ملوك الهند، وبيمسك سكينة ويطعن بيها الراجل الصيني اللي قاعد لحد ما بيقتله، والكل بيستغرب. فبيقول لهم إنه عميل للحكومة وجاي يتجسس علينا. وبتظهر الست دي وكل مهمتها إنها تدعي للآلهة بتاعتها، وبيظهر الشخص ده واسمه RG، وبيكون شغال في كباريه وعامل مشكلة مع الزباين بسبب الخمرة، وبيضربوه والناس كلها بتضحك عليه. وبيروح تاني يوم لأمه بتكون متضايقة من اللي حصل له، فبيقول لها إن ده جرح بسيط ما فيهوش حاجة، وبعدها بيبوس راسها ويخش ينام. وبيصحى تاني يوم ما بيلاقيش أمه، وبيلاقي رسالة منها تقول له إنها سافرت الهند. وبتظهر أنايا وبتكون أصغر مليارديرة، وبتتكلم مع مذيع وتقول له كل وسائل العالم بتتكلم عني، وبتشاور على شخص هناك وبتقول لهم ده شخص شيك جدا. فبيرد يقول لها ده السواق بتاع حضرتك. وأول ما بتشوف وشه بتفتكر شخص كانت تعرفه، فبتنادي عليه لكن ما بيسمعهاش، وبتجري وراه وبتقول له بابلو، وبتزعق فيه وتقول له أنا بنادي عليك مش بترد ليه؟ فبيقول لها أنا اسمي مش بابلو، وبيسيبها ويمشي. وبتنادي عليه وتقول له نزل البنطلون، فبيقول لها ليه؟ فبتقول له بابلو عنده وحمة في رجله، هي اللي هتقول انت ولا لا؟ فبيرفض، لكنها بتمسك فيه وصممت ينزل البنطلون، وما بتلاقيش العلامة، وكل الموجودين بيضحكوا عليه، وبيسيب المكان ويطلع جري وياخد العجلة بتاعته ويروح بيها. والسكرتير بيقول لها مين RG ده؟ فبتقول له ده شخص ميت. وبيوصل بابلو البيت وبيكسر الحيط ويطلع موبايل ويكلم القيادة بتاعته في دلهي. فبيرد عليه ضابط مخابرات بيقول له عايز اتكلم مع العميل خان. فبيقول له السيد خان تقاعد وانا العميل الجديد. فبيديله كود الاسم وبيطلع هو بابلو المعروف باسم السباك. وبيقول له انت كنت في بلغاريا؟ فبيقول له انا حاليا في يوري شاين. وبيقول له كل مجرم مسجون في مكان مختلف، في فرنسا أدغر، وفي مصر زاهد، وفي روسيا جاها، وفي الصين بيكون وونج، وفي جنوب أفريقيا مارك. وبيكونوا بيكلموا العميل وبيطلع عميل خاين، وبيقول لهم بابلو لسه عايش، وكل واحد فيهم بيقول أنا اللي هقتله. وبنرجع بالزمن سنتين، وبتكون المخابرات الهندية عاملة اجتماع علشان تقبض على الساحر ليلى. وبيقول لهم العميل خان الوحيد اللي هيقدر عليه هو بابلو، وبيقول لهم إن بابلو هاكر محترف، ده غير إنه كمان جسمه قوي. وبيقول لهم إنه لازم نمنع ليلى من سرقة 100 مليار روبية. وبيوصل لهم رسالة من بابلو بيقول أنا منتظركم. وبيوصل أسد خان للبيت وبيلاقي بابلو مستنيه، وبيقول له مش هتعرف تستخدم النت لأني حذرته عن المنطقة. فبيقول له إحنا بندور عليك من فترة مش لاقيينك. فبيقول له أنا بظهر وبختفي زي الزيبق، وإنك هتلاقيني حظ. وبيقول لأسد خان أنت عليك قضايا كتير وأقدر أحبسك، بس أنا استفيد منك ومن الشراكة معاك. وبيسيبه ويمشي، وبيروح كازينو ويقعد يشرب. وبيشوف أنايا هناك وهي بتقول لحبيبها إنها مش بتحبه وبتحب واحد تاني، وبتروح لبابلو وتبوسه. وتاني يوم بيقابل أسد خان ويوافق على المهمة، وبيقول له إن نقطة ضعف ليلى الوحيدة هو أخته. وتاني يوم بيروح الحفلة بتاع ليلى وبتعرفه أخته بيه، وبتقول له إن ده حبيبها الجديد وإنه مجنون بالكمبيوتر. فبيعمل له خدعة ويرحب بيه. بعدها بيكلمه ويقول له مين اللي بعتك؟ أسد خان. فبيقول له مش فاهم بتتكلم عن ايه؟ فبيقول له انا عارف عنك كل شيء يا بابلو. فبيقول له مش فاهم قصدك، بس انا عايز اشتغل معاك. وبنرجع للحاضر، وبيكون في شخص اسمه دابا رايح لبابلو البيت، بيقول له هجهز شنطتي واجي معاك. وواجه سلاحه ناحية بابلو وعايز يقتله، وبتيجي أنايا وتضربه بالطاسة على راسه وبتنقذ بابلو. وبيقول لها ضربتيه ليه؟ فبتقول له كان عايز يقتلك وانا عايز احبك. وفجأة دابا بيفوق وبيضرب عليهم نار، وبينزل ضرب فيه بالعصاية، وبيضرب على بابلو نار لكن ولا واحدة بتيجي فيه، وبابلو بيتشقلب ويقع وبيطلع من البيت. وبتوصل أنايا بالعربية ودابا بيفضل يضرب عليهم نار، وبتفضل تستفزه وتقوله لو انت بابلو هتركب العربية. فبيقول لها خلاص يا مجنونة انا بابلو. وبتركبوا العربية ويهربوا بسرعة، ودابا بيظهر ويضرب عليهم نار وبيستخبوا، وبيدمر البيت بالكامل وبيهربوا المكان تاني. وبتظهر رجالة الساحر ليلى في عربيات، وبيكونوا عايزين يموتوه، ويفضل بابلو يجري منهم ويتنطط على العربيات ويعدي منهم واحدة واحدة. وبتكون خلاص عربية منهم هتخبطه، بس أنايا بترفع دراع الإشارة وبيتوجع قوي، بس يا خسارة بيقدروا يحاصروه وينزلوه من العربيات. وأنايا بتقول له كسر عظمهم، يقول لها نعم أكسر مين؟ وفجأة دابا بيضرب أنايا، وبابلو بيتجنن وبينزل ضرب فيهم واحد ورا التاني،
وبيمسك ضابة لكن رجالته بتتدخل وبيفضل يضرب فيهم فحت ردم، وبيتشقلب على الحيط وبيدخل العربيات في بعضهم والعربية بتنفجر. وبنروح لليلى وهو منوم ضابة مغناطيسيا وبيقول له أول مرة تفشل في مهمة، وبيجيله العميل الخاين ويقول لهم أنا اللي هقبض على بابلو. وليلى بيقول له معاك يومين، لو ما جبتش بابلو هقتلك. بعدها ضابة بيقع وبيموت، وبنرجع لبابلو وهو رايح المستشفى علشان يعالج ظهره، ما بيبقاش عارف يقعد، وبيدخل للدكتورة فبتقول له اخلع البنطلون، بينقلع لوحده وبتديه حقنة مخدر طلع له طلقة. وبيروحوا حفلة وبيرقصوا، لكن بيشوف مارك في الحفلة وبيروحوا محطة القطر علشان يروحوا. وهم في القطر بابلو بيفتكر ذكرياته، وفجأة بتدخل عليهم العربية بتاع الضابط الخاين بتطاردهم، بس بيخلص منه وبيرميه من القطر. وبيوصل القطر وبيلاقي رجالة ليلى مستنيينهم وفيهم مارك ودوجرا. بيقول له اخيرا مسكناك يا بابلو، فبيضحك بابلو يقول لهم انا اللي مخليكم توصلوا لي، وكنت عارف كمان ان في جهاز تتبع في شنطة انايا. وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني وبيبدأ يطير في الهواء. وبابلو بيدخل على مارك، لكن مارك بيوجه المسدس بتاعه ناحية انايا وبابلو، لكن ليلى بيضربه بالنار وبينزل ضرب فيه بعد ما بيموت ويقول له عايز تقتل اختي يا غبي. وفجأة واحد بيضرب بابلو على راسه وبيربطوه رجالة ليلى في القطر، وليلى بيكلمه يقول له وشك مش باين عليه الخوف. وبعدها بيرمي عليه السكاكين بس ما بيجيش فيه وبيسيبه ويمشي، وهو ماشي بيرمي عليه مفاتيح قنابل، فبيفهم ان المكان كله متلغم. وبعدها المكان كله بينفجر، وانايا بتحزن ان بابلو مات، وبتظهر ام بابلو وهي بتدعي لابنها. وبيقوم بابلو من تحت الحطام وانايا بتكون حزينة عليه قوي، وبيشوفها بابلو وبيكون حزين جدا لانه اتأكد انها بتحبه. وفجأة بيظهر لها بابلو وبتفتكره شبح وبيبوسها وبتضربه بالرجل تحت الحزام وبتقول له ايه مشكلتك مع اخويا؟ بيقول لها انا هحكي لك السر. وبيقول لها يوم ما كشفني اخوكي ان انا تبع المخابرات خدني المكان وقال لي هكر حساب، ولو ما هكرتوش في دقيقة هقتلك. واول محاولة بتفشل والتانية كمان، بس قبل ما يضرب عليه نار بيكون نجح، وبيعرض عليه انه يشتغل معاه بالمبلغ اللي يطلبه، وكمان هيجوزوا اخته انايا. وبتمسكه عصابة وتقول له فين ليلى؟ بيقول لهم ليلى مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده، لكنه بيرفض يقول لهم وبيطلع المسدس فاضي. وبيطلع ده اختبار من ليلى علشان يشوف وفائه ليه، وخلاه دراعه اليمين وبيبدأ يعمل تطبيقات من خلالها يبدأ يعرف اسرار الناس. بعدها بيروح وبيلاقي اسد خان في وشه، واسد خان بيقول له انت بدأت تتأثر بسحر ليلى، فبيعرض عليه بابلو يشتغل معاهم مقابل فلوس كتير. ونرجع للحاضر وبابلو بيخلص العلاقة مع انايا، وبنعرف ان امه اللي ظهرت في اول الفيلم مش امه، وانه عرفها بسبب الديون اللي كانت عليها من البنك، وانه هو السبب في اللي حصل لها بسبب انه سرق فلوس الايتام. وبيسألها عن جوزها بتقول له انه انتحر بعد ما الفلوس اتسرقت، وساعتها عرف انه هو السبب بسبب انه سرق الفلوس. وبيقرر ساعتها يتوب عن اللي بيعمله، وقرر يعيش مع الست وابنها، وقرر يساعد المخابرات في القبض على ليلى. وبيروح المعمل عند ليلى علشان يجمع معلومات عن يوم 31، وبيحط الفلاشة في اللابتوب من غير ما حد يلاحظ، وبيستناها تحمل، وبيدلق القهوة على نفسه علشان المدير ما يلاحظش حاجة. والتحميل بيخلص وساعتها بياخد الفلاشة ويمشي، وفجأة بيضرب جهاز الانذار وبتكون فيه مشكلة، وبيكتشفوا ان بابلو اللي عمل كده، وبيثبتوه بالسلاح وما بيعرفش يعمل ايه. وفجأة بتهجم الشرطة على المكان وبيقدروا يحرروا بابلو، وبيعرف ليلى باللي عمله بابلو وبيطلبوا يجيله حالا. وامه بتروح له علشان تطلب ايد انايا لابنها، وبيوافق، وبيكون ده جزء من الخطة. وامه بتكلمه وتقول له تعالى انا عندي ليلى علشان بطلب ايد انايا ليك. بيجي بابلو اول ما بيدخل بيرفعوا عليه السلاح، وبيرفع دوجرا سلاحه في وشهم، بس بابلو بيكلمه وبيوريه فيديوهات ليه وهو مع بناته بيهددوا بيهم. وبيقرر بابلو يبعد عن حياته القديمة وبيبدأ حياة جديدة باسم RG، وبيقول لها ان اخوك ليه 3 شركاء في الجريمة اللي هيعملها، وبيقول لها ان اخوك ناوي يسرق الهند كلها. وبيروح لاول واحد في مصر والتاني في الصين، وبيهجم على رجالة وونج. وبنروح روسيا للشخص الثالث، بس نرجع لرجالة زاهد ووونج وهو بيضربهم في نفس الوقت. وما تسألنيش عملها ازاي لان انا نفسي مش عارف. والراجل اللي في روسيا بيموت بطريقة غريبة، وهي كل ما بنته تضرب على دراع البلاي ستيشن ضربات قلبه تزيد لحد ما وقع على الارض وخلص على ال3 في وقت واحد. يا ديني عالكد. وبعدها بيعرف ليلى باللي عمله بابلو، وبيقول لهم ان خطة 31 مش هتتغير، وبيقول لهم ان اسم المطار اللي هتيجي منه ام بابلو بيكون غلط لانه عارف ان انايا هتبلغه. وبتروح للمطار، وبنروح للمطار وبيكون بابلو فاكر ان امه هتوصل فيه،
وبتوصل ام بابلو وبتلاقي رجالة ليلى هم اللي مستنيينها وبياخدوها عند ليلى ويقعدوا يصلوا، وبيوصل بابلو وبتاخده بالحضن، وليلى بيقول لهم انا هنيم امك مغناطيسيا، وفعلا بينيمها وبينزل ضرب في رجالة ليلى وبيروح لليلى، بس بيكون ليلى عامل جدار عازل بينه وبين بابلو وبيرميه في متاهة علشان يعطله، وبيبدأ يظهر له رجالة بسيوف وبيحاولوا يقتلوه، بس بيعدي منهم كلهم وبيجي السيف في رقبته وبيفتكر انه مات، بس بيكتشف انهم مش حقيقيين وبتظهر له تماثيل بتتحرك علشان تخبطه، بس بيقدر يتفاداهم وبيدخل مكان وبيفضل يدور على ليلى، وليلى بيظهر له على شكل شبح وبيفتكر ان ليلى بيخدعه وانه موجود جوه غرفة التحكم، وبيدخل له غرفة التحكم ويفضل يضرب فيه وبيخلص الوقت وما بيحصلش حاجة، فليلى بيتعصب ويفتح قنبلة وبيموت وهو بيضحك والمكان بينفجر وبيموت الساحر ليلى، وبيعيش بابلو وأنايا مع أمه حياة سعيدة. وهنا بينتهي الفيلم، ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واشترك في القناة.